السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى مشترياتنا ل15 يوم التانيين لشهر 8. هتلاقوا فيها كل حاجة، مشتريات عاملة 1000 جنيه او بالظبط كده 900 جنيه، شاملة كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. هتلاقوا في الفيديو ده افكار حلوة جدا، بس بتمنى من كل قلبي تحطوا لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي فيها بسرعة كده وشجعيني، وخدي فكرة كده عن القناة بإذن الله. هتلاقي فيها أفكار كتير حلوة بإذن الله، ولسه هينزل لكم فيها حاجات كتير حلوة. عايزة أقول لكم كمان على حاجة للناس اللي متابعاني من زمان في القناة القديمة، برضو في الفيديو ده هتعرفوا شوية تفاصيل يهمني جدا إن انتوا تعرفوها، بس حطوا اللايك وتعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا مبدئيا كده دي مشتريات 15 يوم مش أسبوع، لفردين، وطبعا لأكتر من فردين عادي، تمشي معاكم من فردين ل5 أفراد. انا عندي حاجات كملت عليها، وانتي لو مش عندك حاجات تقدري تزودي في حاجه، تشيلي حاجه اللي يعجبك. المهم ان انا اشتريت كيلو ونص بطاطس، الكيلو عامل 10 جنيه، يعني الكيلو ونص عاملين 15 جنيه، وانا عندي بتاع كيلو ونص تانيين زيهم، قلت ال3 كيلو هيكفوني ان شاء الله 15 يوم. واشتريت كمان نص كيلو باميه، تقريبا عامله 15 جنيه نص كيلو اعتقد، يعني 15 يا 17 ونص في الحدود دي. وكمان اشتريت بتنجان، دول 2 كيلو بتنجان مشكل، يعني اسود على ابيض على البتنجان اللي هو البنفسجي ده، يعني شكلت منه شويه حلوين كده، قلت ايه لو هعمل محشي مره او اتنين هيكفوني، ولو عايزه اقلي كام بتنجانيه كده ولا حاجه برضو هيبقوا معايا زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده، انا بحب البتنجانيه اللي حجمها صغير وبتبقى حلوه كده، ما بحبش الكبيره قوي دي، مش بحبها خالص، هي الصغننه الوسط او الوسط دي بتكون حلوه وجميله. خلاص، فدول كده الكيلو منهم تقريبا عامل 10 جنيه، فال3 كيلو عملوا 30 جنيه. طيب اشتريتي ايه كمان؟ هقولك. بصي اشتريت بصل، اشتريت 3 كيلو بصل. البصل هو يمكن اغلى حاجه، البصل ده ب15 جنيه الكيلو، وبصراحه معرفش هو غالي ليه كده، وانتوا برضو اكتبوا لي الاسعار عندي زي عندكم ولا فيها اختلاف. انا عندي هنا عشان انا شاريه من خضري مش شاريه من السوق، يعني شاريه من محل جنب البيت هنا، يعني يبعد عني حاجه بسيطه، فالكيلو عامل 15 جنيه، لكن هما ناس بتقول يعني ان هو في السوق ب10 جنيه. فانا قلت مش فارق، يعني خلينا هنا احسن من ما نبعد ونركب ومواصلات وبهدله، فقلت لا خلينا في القريب. بصوا كمان عايزه اقولك على حاجه، لما تيجي تشتري لو انتوا عدد افراد الاسره صغير او بتطبخي طبخه مش كبيره، اشتري البصلايه الصغيره، ما تشتريش الكبيره قوي، فدي نصيحه مني ليكي بجد هتنفعك قوي. كمان اشتريت نص كيلو ملوخية، النص كيلو ده عامل 5 جنيه تقريبا. واشتريت كمان طماطم، دول 3 كيلو ونص. بصوا هما تقريبا يا 3 يا 3 ونص، المهم ان دول كده ب20 جنيه او ب25 جنيه في الحدود دي. خلاص، وانا عندي شوية طماطم في التلاجة برضو، بس كانوا دبلوا شوية فصلصتهم، وان شاء الله بإذن الله ينزل لكم الفيديو بتاع التجهيزات ده، هتلاقوا فيه افكار كتير حلوة هتعجبكم. خلاص، كيلو الطماطم كان عامل 8 جنيه، هو في السوق ب5، بس انا عندي هنا ب8 لان زي ما قلت لكم شارية من محل. تمام. لو انتوا معايا لحد هنا حطوا لايك، وهقول لكم بقى على حاجه بسيطه كده للناس اللي متابعاني. يا جماعه، انا هي دي القناه بتاعتي الرسميه، ما عنديش اي قناه تانية، القناه التانية اتباعت، ودي القناه بتاعتي اللي انا هستمر فيها وهكبرها ان شاء الله باذن الله بيكم. فبالله عليكم اللي عاوز يتابعني يتابعني هنا، واكتبوا لي كومنتات حلوه زي ما كنتم بتتابعوني في القناه القديمه، وكنتوا يعني بصراحه متفاعلين معايا اكتر بكتير، بس يمكن عشان القناه هنا لسه صغيره، فيعني هنبدا مع بعض كده ونكبر مع بعض ان شاء الله. دول كلمتين كده بس للناس اللي بتحبني، ولسه في فيديو كامل هينزل لكم بالتوضيحات كلها ان شاء الله باذن الله، ينزل لكم يا بكره يا بعده، المهم بس ايه اخلصه هنزله لكم على طول. نكمل بقى باقي مشترياتنا. اشتريت كمان كيلو ليمون، كيلو ليمون عامل 25 جنيه، وده هخلله. واشتريت ربع كيلو او نص كيلو تقريبا فلفل رومي، واشتريت كمان نص كيلو فلفل حامي، قلت عشان عايزه اعمل ليمون معصفر كده واحط عليه فلفلتين حلوين كده، ولو انا بحب يعني اقلي فلفل كتير او اسلقه، فبصراحه بحبه جدا، فقلت يبقى موجود مش هيخسر. وكمان جبت بقى ايه خضره، انا عندي كرومب في التفريزات، الناس اللي شافتها في القناه القديمه في التجهيزات بتاعت اول الشهر كنت شاريه كرومبايه مجهزاها، واقفه بس على الخضره، فاشتريتها، قلت ايه هفرزها وقت ما احب اعمل المحشي تبقى الحاجه الجاهزه عندي ان شاء الله باذن الله، محتاجش ان انا انزل لها. خلاص. طيب جبتي لحوم ايه يا ام محمد؟ بصوا انا سيها عليا اوريكم باقي اللحوم، انا وريتكم الفرخه دي، فرخه كبيره حجمها تقريبا 2 كيلو او 2 كيلو ونص، ودي عامله بصوا يا 200، يا هو جوزي اللي شاريها لي بصراحه، لان انا لما اللي هو نزل لوحده بعد لما انا اشتريت الخضار والحاجات دي هو اللي نزل جابها، فتقريبا عامله 200 205 في الحدود دي. تمام. وجبت كمان ربع لحمه مفرومه وربع ونص كيلو سجق بلدي، واشتريت كمان ربع كيلو كبده شرايح.
دي بقى معلش انا اسفه جدا المقطع ده ما تصورلكوش، بس ان شاء الله استنوه في الفيديو بقى اللي جاي باذن الله. في مشتريات تانية ان شاء الله هتنزل لكم معاها باذن الله، ولسه كمان في مشتريات للمطبخ اشتريتها حلوه قوي باسعار كويسه جدا. للناس بقى اللي بتجهز وعاوزه تاخد فكره كده عن اسعار رخيصه، ان شاء الله الفيديو ده هيفيدكم جدا. بشكركم جدا وبتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، واستنوا بقى المنيو بتاع الاكلات بتاعت ال 15 يوم هينزل لكم. معلش الفيديو ده سريع، بس انا عشان كنت تعبانه شويه فوالله سامحوني ان انا ما بنزلش فيديوهات اليومين دول، بس هنتظم وهنزل. وادعوا لي كده ربنا ياخد بيدي ويشفيني ان شاء الله باذن الله، نرجع نصور زي الاول واحسن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وصلوا على النبي كتير وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. ولو بتحبوني هتتابعوني هنا ان شاء الله القناه التانية، انا ما بقيتش انزل عليها حاجه. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.